ادي كده يا حلوين. ده هنا البحر في الانيا، وانا جوا هنا في الهوتيل. شايفين كده البلد نظيفة والهوتيل بتاعنا حلو. الميوزك عالية بصراحة، مش عارفة إذا هتسمعوني ولا لأ. ده الهوتيل بتاعنا، ده اسم الهوتيل. وده هنا بسين، في كذا بسين بيكون. وهنا بيكون في بار سوفت درينك، الناس اللي ما بتشربش الكحول برضو، وفي الكحول، فكله هنا، ومية. وهنا برضو ده بوفيه كده بيعملوا فيه أكلهم حلو. ودي قاعدة هنا برضو كده. هو كبير بصراحة خالص الهوتيل، حلو يعني. درجة الحرارة 33 دلوقتي، شايفين كده. وهنا في برضو قاعدة انسايد. وهنا كده دي رومز، وهنا كده، وتحت هنا كده ده الريستورانت، شايفين كده تحت الريستورانت. وهنا دي برضو قاعدة تاني مش جوا، شايفين كده بيكون في تواليت هناك، وبرضو بيكون في كده حلويات وفي بار. الهوتيل حلو بصراحة، حلو شديد يعني، نظيف. يجي عايز يجي الهوتيل ده تجيبوا المكوى معاكم. وده هنا الهوتيل، وده البر هناك وريتهولكم، وده البار كده. بصراحة الستاف كلهم بيكونوا لزاز. دي حاجات كده كرواسون، كل انواع الكرواسون. ده زي الميني بار كده. هنا بقى على تمشي للمين ريسبشن. وهنا برضو ده في دكتور زي ما شايفين، بس مش عارفة مجانا ولا لا بصراحة يعني. هلو. وهنا كده عاملين البيلدينج بتاعهم، شايفين. ده هنا المين ريسبشن. وفي زي اسمه ايه سنوكر، الناس بتيجي هنا تقعد تريلاكس، لان هنا الانترنت بيكون شغال، او تشتروا انترنت. لما احنا اول يوم جينا اشترينا انترنت، وما رخيص ب 2 يورو ولا 4 يورو مش عارفة اليوم. وهنا في ميني ماركت ما دخلتهوش انا بصراحة، بيبيع حاجات زي كده. انا لغاية دلوقتي ما اكتشفتش لسه حاجات للعيال. وفي تاني هنا برضو مور سايد، ده كله كده ماركت. وفي ارياح يعني مش ريل يعني، بس فيك. وبصراحة مش عارفة الأسعار بكم، لأن بعض المرات بيكونوا عايزين باليورو، وطبعا هو مفروض ياخدوا بالليرة. وهو في نظارات، في شيشة، في حاجات كتير. بتاخدوا كده سيفونير من تركيا هنا. في شنط بتتباع كيسز. يعني أنا بحب أجي أنطاليا نظيفة وكده. ده اسم الهوتيل بتاعنا 5 ستار، شايفينه كده. احنا دايما دي تاني مرة ننزل فيه، وبصراحة خطير، الأكل حلو. وهنا بيجي الباصات، ممكن تاخدوا تاكسي يعني من المطار للهوتيل بتاعنا. ده حوالي كان 2.5 ساعة. فنحن هنا دي في ميني كلاب للعيال، وفي اكوا بول بار. هوريكم هنا ده عيال كده بيجوا يعملوا فيس بينت هنا كده. النهارده شكله مفيش كده هنا بتعلموهم. وده كده بارك صغير، وهناك في مطعم برضو. يعني لو ما لحقتيش المطعم الكبير ممكن تاكلي هنا برضو، بيعملوا اكل حلو، بيعملوا بيتزا بتاعتهم، عندهم كباب كده، تركيش كباب، كله حلو نايس. ده المطعم، يعني ممكن تاجوا تاكلوا ده لو مش عايزين ان انتوا تاكلوا هناك لحد كده، او بعد ما كنتوا في حمام السباحة وكنتوا جعانين. هنا ده طبعا
بتاع الاكل كله انا بعمله الاكل. والست اللي قاعده هناك دي بتعمل كده خطيره بالجبنه والسبانخ رهيبه. وده ادي كده هنا في تولتات عشان للستات والرجاله عايزين. وده البول كده وفي السلايس دي شايفين. هاي قاعده حلوه العيال بتستمتع. وده بيعملوا بيفتحوه الساعة 4 كده يا 3 بيدوك ايس كريم. وده البار كده. وهنا برضو في قاعدة كده. وهنا ده بتاع العيال خالص البول الصغير دي. في برضو بتاع كده نزل مية اهو عشان حتى لو عيالك مش كبار عندهم مش ديب كده خالص. العادات الكراسي دي تجيب يا البشكير بتاعك ممكن يا هنا في الهوتيل ممكن تجيب البشكير تديهم بتدفع ديبوزيت 20 يورو ويدوكي 2 ويدوكي الكارت كده بس اخر الاجازة ممكن تاخديها يعني. وهنا برضو للناس اللي هنا يعني للسويمنج بول دي في هنا برضو تواليت للنسوين والرجالة. وبرضو هوريكم كده ستيج بيعملوا فيه حاجات حلوة للعيال. عادي كده يا ستي الكل ده الستيج. ناس بتقعد هنا. هنا طبعا بيولعوا مراوح هسه مش فاتح. ناس بتقعد هنا وانت بتقعدي عشان تتفرجي على اطفالك. بيعملوا هنا شو حلو والمراوح اهي. ما تقوليش الدنيا سخانة بس انا يعني شهر 7 حلو. شهر 8 هيكون سخن خالص في تركيا. فده كده زي ما شايفة يا ستي الستيج والكراسي. نطلع نشوف الهوتيل من جوا الأوض كيف شكلها. نحن هنا في بلوك 3 بناخد الأسانسير. ادي كده الأسانسير. طبعا هنا شايفين كده بيجوا ينظفوا شغالين هنا بيحطوا لكم مويه وبيحطوا حنشوف مع بعض كده. وريكم برا شايفين دي الأوضة بتاعتنا. نحط هنا الكارت كل حاجة بتشتغل الكهرباء الاير كونديشن. ده التواليت جات نظفت في كده شاور شايفين. وده الصابون بتاعهم يعني هو صابون وشامبو أزول يعني الاتنين مع بعض. بس أنا جبت حاجاتي معايا لو تحبي انت تجيبي يعني. ده التواليت كده. وده هنا السنك كده. ودي حاجاتنا برضو. وهنا دي كده هدوم دي كده بياجي كده زي ما شايفة. وبيكون في خزنة إذا احنا ما استعملناهاش بصراحة. وبيكون في أدراج كده يعني بعد كده. وثلاجة ميني بار بيجي فيه عصاير. كل يوم بيحطولك مية. وده أيران. الفواكه دي أنا بجيبها بعدين. وفي مية سباركلينج وبس ما بيحطوش طبعا أكل. ده الميني بار. بعد كده هنا بيحطولك مناديل بتاعت تواليت مية. وبيكون كده فيه هنا سيلكشن بتاع ده سكر في قهوة. بيكون في الوايتنر بتاعه ده شاي انا ما جربتهوش بصراحة. وادي ده كده بيكون في كرسي هنا. ودي هنا بيوريكي اللانش امتى والبريكفاست والدينر. برضو في بتاعة اللوندري وان انت تغسلي وتعملي كده. ودي الأوضة وده الاير كونديشن بيكون هنا. طبعا احنا 3 أشخاص يعني بيبي سلينا فالأوضة بتكون كده. ده السرير الدبل وأكبر من الدبل بصراحة. وبيكون فيه 3 كده صايد واللمبات زي ما شايفين كده. وبصراحة لما البلكونة بتتقفل ما بتسمعوش حاجة خالص يعني مش الصوت العالي اللي انتوا مش هتكتفوا. دي الأوضة كده زي ما شايفين كده. وحتى فيه زبالة يعني لا مؤاخذة يعني. فادي كده اهو بس. ودي البلكونة. فادي دي الأوضة بتاعت
انطاليا في الهوتيل اللي احنا نطلع برا في بلكونة شايفين كده 2 كرسي وترابيزة. شايفين اهو، وده الماركت اللي كان مني بعيد. شايفين الماونتن الجميلة دي. تنشري حاطلك كده منشر يعني تنشري. بس طبعا انت بتغسلي هدومك لوحديكي، يا تشتري من الماركت اريال او اي حاجة. طبعا هم الصابون فيه الصابون وشامبو مع بعض، فانا جبت الشامبو بتاعي وجبت الصابون بتاعي هو شاور جل تمام، وما فيش صابون عشان تغسلي هدومك، فانا بستعمل اللي هم اصلا حاطينه. يعني لو تحب انت ممكن هو سوبر ماركت، ما اظنش يعني هيكون غالي. انا بصراحة ما جبتش ومش مطولين يعني، فعشان كده ما جبتش. ما فيش معجون اسنان، لا ما فيش. نحن جبنا بتاعنا برضو بينظفوا، وطبعا لما بيجوا ينظفوا الواحد تحطي لهم بكشيش يعني اي حاجة 20 ليرة حاجة كده، حاجة بس عشان ايه يهتموا بيك. هم عندهم مكوى بس ايه في الريسبشن، يعني انت في ورقة كده تعبيها وعايزة تكوي. بصراحة مش رخيصة يعني، مش ورثة ان انت تدفعي فلوس. يعني بتهيالي الفستان حوالي 4 يورو، وطبعا على حسب. والقمصان بتاعت الرجالة مثلا ب2 يورو، فبصراحة مش ورثة. فبس هنا ما فيش لوندري، يعني ما شفتش دكان الواحد يمشي يشيل هدومه، ما كده بنغسل وبنشف سريع لان الجو اصلا سخن. بس حبيت اوريكم النقطة دي، وبعدين هوريكم برضو الاكل اللي هم بيدوهولنا هنا. حاجات كتيرة بيدوها لنا.